سبحان الله العظيم. شوف راه وداك الجامع محمد السادس ديال حي السلام، تبارك الله شحال زوين الجامع من الداخل. قرب يأذن، ما هي إلا دقائق تفصلنا على الأذان إن شاء الله. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. اللهم لك الصمت وعلى رزقك نفترج، لا بد من عطية الرزق. أشهد أن محمد رسول الله. جلالي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رسول لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه ربنا المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. جمعه مباركه بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا يا ربي. وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم، على الناس اللي التحقوا جدد بالقناه. شكرا الناس اللي ديجا كاينين، مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم، لي لايك ديالكم ولابوني ديالكم. اليوم جيت نتشارك معكم هذا الروتين خفيف ظريف اللي خدمت فيه كمساعده اختي. المهم بديت لكم ديك الحريره صوبتها اختي، جات تبارك الله ما شاء الله غزاله. صوبت فيها غير شويه حيت ماشي كلشي كنشربوها، خصوصا انايا. حيد لي الطبيب قال لي الا بغيتيها خصك طحنيها، قلت ليه ولا طحنتها راه ما بقاتش لذه في ديك الحريره. انا الا شربتها كنمرض من اول يوم رمضان حتى العيد. المهم جيت نصاوب هاد لاصوب خفيفه ظريفه سهله. درت فيها داك الصدر ديال الدجاج، البصله والخضره. خلاص راه شوفوا لاصوب كيما درتو ليها راه كتجي غزاله، خصوصا الا كانت الخضره بنينه. كما شفتوا معايا راه صورت لكم اختي كتقاد في واحد المسنان، درت واحد الحشوه زوينه. هنا فاش درت الصوبه طيب قفلت عليها وجيت كنصور اختيتو كتقاد المسمن اللي دات فيه واحد الحشوه قلت لكم ديال السبانخ مع الفرماج، ودات فيه صدر ديال الدجاج، ودرت فيه الكبده. كيجي زوين، ديك الحشوه زوينه وصحيه في نفس الوقت. وهي كتقاد في المسمن جيت كنقاد ليها تنقشر الليمون. قالت لي ويلي، قالت لي جيبي شي حاجه تكون زوينه، شي طبسيل يكون مقاد وانت حاطه الميكا حاطه داكشي كامل. انا بغيت نصور حيت ما كايناش الوقت بغيت نزرب على التصوير حيت راكم عارفين راه كتوجد الفطور. الا جيت نبقى نقاد ونزوق راه تما بقينا ما غادي نصوروا ما غادي نفطروا في الوقت. المهم قديت ليها الليمون باش هي تجي طحنو تقدو كيف ما بغات، كيف ما كدير ليه هي حيت هي كتعرف ليه. ما صورتهاش حيت هذيك الوقيته فاش كنت كطحن العصير انا كنت كنصور داك لا فيديو اللي شفتو في الاول. مشيت كسرت صيامي في السطاح، عزيز عليا نطلع للسطاح نكسر فيه الصيام ديالي. كيجي غزال وكتسمع الاذان وكتشوف داك الجو ديال الغروب كيجي زوين. كتبيت نطلع للسطاح فوق بالسلوم ولكن خفت نطيح، بغي نهبط ما لقاش كيفاش ندير نهبط. المهم هنا راه طابت لينا الخضره وجيت كنطحنها. من بعد غادي نزيد ليها واحد شويه ديال القشطه الطريه. هذه اضافه اختياريه واخا هي كتجي زوينه، تجي زوينه. الا عندك ديري غير ديك اولا ديال 5 دراهم تجي غزاله، ولا 2 كيريات ولا 2 فريميجات مع الزبده حتى هي كتصرعها. ايوا هذا هو القنيط ديالي المفضل، تنقد فيه كلشي قبل الفطور، تنقد كلشي باش نضمن انني ما نسى حتى حاجه. وهنا كنتصور اختيتو كتقاد يعني كطيب في هذا المسمن. طيبات شي حاجه في المقله وطيبات شي حاجه في الفران.
هادشي اللي كاين. انا راه ما صورتش كلشي حيت فريمون ما كانش عندي الوقت، حيت تعاوننا على الفطور. راكم عارفين راه رمضان تيبغي المعاونه، وفي نفس الوقت كتبقى عاوتاني تصلي وتستغفر وتدعي الله سبحانه وتعالى، لانه شهر العباده بامتياز. هنا فاش قديت الطبيله غادي نمشي نحط كلشي فوق الطبله قبل ما نهرب ندير الهروب الى السطح الى السطوح. نمشي فوق السطوح. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا، هذا هو الروتين ديالي اللي تشاركت معكم. روتين بسيط خفيف، نتمنى يكون خفيف على قلبكم. وشكرا لكم بزاف، ما تنساونيش من لايك ديالكم، التعاليق ديالكم، باش العائله ديالنا تكبر. ورمضان مبارك سعيد، بصحه والسلامه، كل ما تمنيتو